في رمضان كان في شخص كل يوم بعد صلاة الفجر في المسجد النبوي ياخد بعضه ويطلع على المدينة المنورة، يروح لبيت من البيوت اللي هناك. كل يوم بيعمل كده. شافوا مين بقى؟ سيدنا عمر بن الخطاب. سأل نفسه الراجل ده بيعمل ايه؟ أول لما بدأ يسأل ويدور في الموضوع زعل قوي على حال صاحبة البيت ده، عشان الست دي كانت ست كبيرة عجوزة كفيفة ما بتشوفش. كان بيروح هناك يطبخ لها ويأكلها ويشربها وياخد بعضه ويمشي من غير لما يتكلم معاها. تخيلين كان بيعمل كل ده وهو ما بيتكلمش معاها. وساعتها في يوم من الايام الشخص ده مات. ساعتها سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي قال هيتكفل بيها، وفي اول يوم دي راح يخدم فيه الست دي. وساعتها راح عمل نفسه هو بيعمله بالظبط، نضف لها البيت وعمل لها الاكل واكلها وشربها وياخد بعضه ويمشي. الست ندهت عليه قالت له هو الشخص اللي قبلك مات؟ ساعتها هو استغرب وسأل نفسه هي عرفت ازاي اللي هو مات؟ هي ملهاش حد تسأله، مفيش حد اصلا بيسأل عليها. طب انا ما بتكلمش، هي عرفت منين ان انا مش نفس الشخص اللي فات؟ ساعتها رد عليها وقال لها هو فعلا مات، بس انا ليه عندك سؤال، هو انت عرفتي منين ان الشخص اللي قبلي مات؟ ساعتها ردت عليه بابتسامه بسيطه وقالت له الشخص اللي قبلك لما كان بيديني البلحيه كان بيشيل منها النوى ويديهاني، انما انت تديهالي بالنوى. انت تخيل معايا كده مين الشخصيه العظيمه اللي كانت بتعمل كل الكلام ده كله في رمضان؟ فانت لو عارف الاجابه اكتب لي تحت في التعليقات، واستنوا الاجابه الحلقه الجايه.